ولادي قالوا لي هنروح نشتري سندوتشات سجق وسندوتشات كبده. قلت لهم لا، احنا عارفين ده هوهو ده ولا ايه؟ انا هعمله لكم في البيت احلى من بره 100 مره، وزي بره واحلى كمان 100 مره. بصوا، عملت لهم 20 سندوتش. تعالوا بقى نشوف عملت الكميه دي كلها ازاي. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي يا غاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجه ده نص كيلو سجق كده، جبته ونقعته كده في ميه وليمون. بنغسله بس مطرح ايد الجزار وخلاص على كده. ونقعته شويه وبعد كده شطفته كده تحت الحنفيه وحطيته في الطاسه كده من غير اي ماده دهنيه. وما تقصهوش وهو لسه طري، قصيه بعد ما كده ما تحطيه وياخد صدمه كده في على البوتاجاز. ابقي قصيه. انا حابه ان انا اسيبه كده بحاله. بعد كده حسيت ان هو ما نزلش السمنيه اللي انا عايزاها يعني قوي، وبدا ينزل الميه ويشربها ومش عارف ايه. قمت حاطه له شويه زيت كده عشان يحمر معايا. انا عايزاه بس يحمر شويه مش قوي يعني. انا عايزه بس السجق يبقى ماسك نفسه مش اكتر من كده. ايوه، هو ده اللي انا عايزاه. هزود بقى شويه زيت في نفس الطاسه، وانزل بقى ببصلتين مفرومين مش ناعم قوي ومعلقه توم، واشوح لغايه ما البصل والتوم يتبالوا معايا. بعد كده هنزل بقى بمعلقتين صلصه كبار، ونشوح كل ده كده مع بعض. وهتاكلوا سجق احلى من بتاع العربيه 500 الف مره. 4 طماطمات كده ولا 3 طماطمات كده كبار متقطعين، هنقطعهم صغنن وننزل بيهم كده على البصل والثوم بعد ما دبل. وننزل بمعلقه فلفل اسمر صغيره ومعلقه بهارات لحمه بس كده. ونغطيهم بقى ونسيبهم يبقوا عاملين زي المهلبيه. بعد كده هنزل بقى بفلفل اصفر واحمر واخضر. يا حلاوتك يا جمالك، خليت لي الحلوين بجد يا جماعه، الريحه كانت قلبة الدنيا. بس كده هحط ملح، شويه ملح صغيرين مش كتير، لان السجق فيه ملح وتوابله. حط بس شويه ميه كده للخضار مش اكتر من كده. وبعد ما الخضار بتاعي بقى عامل زي المهلبيه كده واستوى، نزلت بقى بالسجق بتاعي وسبتهم بقى يستووا كده ويتسبكوا كده مع بعض وبقوا عاملين زي المهلبيه. وبصوا السجق ماسك نفسه جميل ازاي. عايزه بقى تقطعيه صغير قطعيه، انا ما بحبوش مهري قوي يعني. بنحبه كده الواحده بوحدتها، عشان لما تيجي تحطيه في السندوتشات يبقى شكله حلو. وخلاص كده يعني. بصوا ما شاء الله الخضار نزل ميته واستوى، بصوا ما فيهوش نقطة مية. دي اهم حاجة. ونزل بقى السمنيات بتاعته وكل حاجة. خلاص كده جاهز معايا. عملت لهم كمان كبدة بالطريقة اللي انا عملتها معاكم قبل كده، موجودة على الصفحة. وعملت كمان سلطة طحينة. وجبت بقى الفينو، يا حلاوتك يا جمالك، وعملت لهم احلى سندوتشات. والله ابني بيقول لي بيقول لي ما تيجي نفتح عربية كبدة وسجق. من كتر ما هم قالك احلى 100 مره من العربيات 100 مره. بس كده. وبنحط بقى السجق في الساندوتش كده والكبده، ونحط عليهم سلطه الطحينه. وبصوا حاجه كده فاخر من الاخر. على الاقل انت عارفه السجق جايباه منين والكبده منين. مش مثلا احنا مش عارفين. السندوتشات دي بتتباع رخيصه جدا بره، واحنا مش بنبقى عارفين مصدرها. شايفين شكل السجق؟ تحفه يا بنات، جربوه بجد بالطريقه بتاعتي دي، هتعجبكم جدا جدا. وطبعا الكبده انا عملتها معاكم قبل كده. شايفين السجق؟ تحفه، مهلبيه، وطعمه خطير. اهم حاجه يكون المصدر اللي انت بتجيبي منه يعني. بس كده. شايفين شكل السندوتشات؟ تحفه، حاجه فاخر من الاخر. لو وصلتي بقى لحد هنا في الفيديو، ما تنسيش تدعميني بلايك وتشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم. عملت 20 ساندوتش من نص كيلو سجق ونص كيلو كبده. وعايزه اقول لكم ان في سجق فاض وفي كبده فاضت. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش، وحطيت جنبهم بقى شويه مخلل. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك وتشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم. باي باي.